ازاي نحل مشكلة عدم التركيز عند الأطفال أو المراهقين؟ أنا ابني مش مركز، أنا ابني بينسى بسرعة، مش بيقدر إن هو يركز وقت طويل. النهاردة هنتكلم عن زيادة تركيز الأطفال والمراهقين من عمر سنة لحد عمر 12 سنة. هنتكلم عن العناصر الغذائية اللي احنا محتاجينها، ايه هي افضل الفيتامينات والمكملات اللي ممكن بالفعل تفرق في التركيز. اول حاجة انا عايزة اتكلم عنها في الفيديو هي فكرة التغذية، عشان نكون فاهمين ان اهم عناصر او فيتامينات للتركيز والانتباه عندنا اللي هي فعلا المخ عندنا محتاجها عشان يشتغل بشكل كويس هي فيتامين بي 12، الحديد او حمض الفوليك، وكمان النحاس، وكمان الزنك. العناصر دي كلها بتكون موجودة بتركيزات كويسة جدا في البروتين الحيواني. فدي اول نقطة انا عايزة اتكلم عنها. الاطفال اللي مش بتاكل بروتين حيواني كفايه، طفل انا مش بحب اللحمه، أنا مش بياكل فراخ، مش بياكل سمك، مش بيشرب لبن، مش بياكل زبادي، للاسف ده بيأثر بشكل مباشر على التركيز. وعايزه اوصل لكم حاجه مهمه جدا، لان انا هقول لكم بالظبط الاحتياجات حسب المرحله العمريه. بالنسبه للسن الصغير بالذات انا بلاحظ ان الامهات بتبقى مأزمه الموضوع شويه، يعني بتقول انا ابني مش بياكل غير قطعه فراخ صغيره خالص، انا ابني مش بياكل غير حته سمك صغيره خالص. البروتين احتياجه للاطفال بشكل عام مش كميه كبيره نهائيا، وده هقوله لكم وهوضحه لكم مع بعض، ولكن الفكره في التنويع. يعني مثلا من سن 3 سنوات لحد 8 سنوات الاحتياج بتاع البروتين بيكون بس 19 جرام بروتين. 19 جرام بروتين دول احنا ممكن ناخدهم من كوبايه لبن ومن بيضه ومن قطعه فراخ صغيره جدا لا تتعدى ال 20 جرام. يعني القطعه الصغيره اللي انت بتبقي متخيله ان لو ابنك او بنتك اخدوها ان هو كده اكل بروتين قليل جدا، لا دي كافيه جدا طالما انت مدخله مصدر تاني للبروتين، مدخله زبادي، مدخله بيضه، مدخله لبن، اي حاجه مع قطعه بروتين حيواني صغيره زي الفراخ او اللحمه او السمك. كمان طبعا الفراخ اغنى بالبروتين من اللحمه، يبقى احتياج كافي جدا من البروتين يغطيه على مدار اليوم. النقطه الثانيه بقى، لو السن من 9 ل 13 سنه هو بيحتاج 34 جرام، ودول ممكن ناخدهم من كوبايه لبن او زبادي ومعاها مثلا بيضتين ومعاها قطعه 30 جرام من اي بروتين حيواني اللي هي برده قطعه صغيره جدا او شريحه صغيره جدا من الفراخ او من السمك، وكده يبقى معاه الاحتياج كامل. اللي انا عايزه اوصله ان انا حتى لو ابني مش بياكل لحمه كويس او فراخ كويس او سمك كويس، مش بيحبهم، بيمتنع عن الاكل، بقدر ان انا بالعافيه اقنعه انه ياكل كميه صغيره. احنا عندنا اللبن والزبادي والبيض مصادر غنيه بالبروتين، مع القطعه الصغيره دي احنا ادينا له احتياجنا من البروتين. ولكن ما ينفعش نهائي ان يبقى البروتين الحيواني قليل. ليه بقى؟ لان البروتين الحيواني غير ان هو فيه العناصر والفيتامينز اللي انا قلت عليها ان مهمه جدا للادراك والوعي والتركيز والذاكره، هو اصلا المصدر الوحيد عندنا للاحماض الامينيه الاساسيه اللي الجسم بياخدها من البروتين ده علشان يحصل نمو للمخ، وعشان كمان يحصل تكوين للنواقل العصبيه. فهمنا النقطه جايه منين؟ فدي اول نقطه معانا وهي اهم حاجه عندنا في التغذيه. هنتكلم بعد كده عن العناصر او المكملات اللي بتفرق في الذكاء والتركيز، وده كلنا احنا بندور عليه. طبعا اول حاجه واهم حاجه هي الاوميجا 3. ليه الاوميجا 3؟ الاوميجا 3 او زيت السمك اهم مكمل لزياده قدرات التعلم، اهم مكمل للذاكره، بينشط الدوره الدمويه اللي واصله عندي للمخ، يزود الوعي. وفي نقطه مهمه جدا، مثبت علميا ان اول 6 سنين من عمر الطفل لازم امده بكميات كبيره من حمض دهني اسمه الدي اتش اي. المخ بتاعنا عباره عن دهون، والدهون دي اهم غذاء ليها هو حمض دهني اسمه الدي اتش اي اللي هو مكون رئيسي لزيت السمك او لاحماض الاوميجا 3. فعشان كده يعني علميا قالوا ان احنا لو ادينا الطفل اول 6 سنين الكميات الكافيه والاحتياج الكافي اليومي من الدي اتش اي، فده بيفرق معاه في تكوين النواقل العصبيه، بيفرق معاه في نمو المخ، بيفرق معاه في التركيز، في قدرته على التعلم، في كل الحاجات دي. طبعا هو مهم مدى الحياه، احنا لحد اخر يوم احنا محتاجين الاوميجا 3 لان الجسم مش بيعرف يصنعها، بس انا بقول لكم مدى اهميه الدي اتش اي في اول 6 سنوات من النمو الطفل، اللي هم بيحصل فيهم اساسا السنوات الاساسيه لنمو المخ وتكوين التشابكات العصبيه. بالنسبه لعندنا في مصر في نوع كويس جدا اسمه كيدزونا نقط، ده انا بستخدمه بالنسبه لي لبنتي. هو ميزته بالنسبه لي ان هو في شكل نقط مش في شكل معلقه، فطبعا اغلب الاطفال بيرفضوا ان هم ياخدوا الدواء بالمعلقه، فانا بديه في هيئه نص، يعني هو المفروض انا هقول لكم الجرعه بتاعته، بس انا بالنسبه لي بديها نص قطاره على كوبايه عصير، اي كوبايه عصير بقى الطفل بيحبها، جوافه، عصير برتقال، عصير مانجا، فراوله، اي حاجه عندكم بيتحط عليها نص قطره منه، والطفل بيقدر ان هو يشربه كل يوم بمنتهى السهوله. فهو حل المشكله دي. النقطه الثانيه عندي وهي التركيزات. عشان نقول ان انا بدي للطفل اوميجا 3
صح، انا قلت لكم قبل كده ان احنا بنحكم على جوده الاوميجا 3 من الدي اتش اي والاي بي اي. لازم تركيز الدي اتش اي والاي بي اي مجتمعين يبقوا لهم نسبه معينه مناسبه للاحتياج اليومي بالنسبه للفئه العمريه دي. فبالنسبه للاطفال من سن 2 لسن 4 سنين لازم بيبقى مجموع الاي بي اي والدي اتش اي هم 100. اما بالنسبه من 4 سنين ل 8 سنين مجموع الاحتياج بتاعنا من الاي بي اي والدي اتش اي هو 200. وده بالفعل التركيز اللي موجود في الكيدزونا. يعني احنا لو بصينا هنا هنلاقي تركيز الدي اتش اي 133 وشويه، وهنلاقي تركيز الاي بي اي 66 وشويه، يعني مجموعهم 200. علشان كده لو الطفل عمره من سنه لحد 3 سنوات اقدر ان انا اديله نص قطاره عشان ابقى اديت له تركيز 100 من زيت السمك او من الاحماض الدهنيه دي. لو الطفل بقى عمره من 4 سنين ل 8 سنوات بديله قطاره كامله عشان اديله تركيز 200. بلس ان هو في فيتامين دي 3. فيتامين دي 3 مهم من اول يوم، من اول ما الطفل يتولد، وفي هنا بتركيز 800 وحده، وده التركيز المثالي من عمر سنه لحد عمر 8 سنوات. في كمان عنصر مهم جدا اسمه الكولاين. الكولاين ده اللي انا قلت لكم عليه في فيديو التركيز بتاع الكبار ان هو مهم لتكوين ناقل عصبي اسمه الاسيتيل كولين، وده مهم جدا للمخ والانتباه والكلام ده. فده كويس جدا كمصدر لزيت السمك او الاوميجا 3، وسعره معقول. هو سعره تقريبا 90 او 95، بيكفي معايا استخدام شهرين لانه فيه 30 مللي وانا بستخدم نص مللي، فبيقعد معايا شهرين. ده في حاله ان الطفل عمره من سنه ل3 سنوات. لكن لو هو عمره بقى من 4 ل 8 سنوات فهو هيتاخد مللي كل يوم على اي عصير، فهيكفي شهر واحد بس. طيب ايه العنصر اللي بعد كده اللي مفيد برضو لزياده تركيز الاطفال؟ هو الرويال جيلي. عايز بس اوضح لكم حاجه قبل بس ما ندخل في جزئيه الرويال جيلي. كل المكملات اللي بتكون موجوده في الصيدليه لزياده التركيز بنسبه مثلا 99% منها غير مناسب غير بعد سن 12 سنه. فانا بحاول النهارده اقول لكم الحاجات اللي تنفع نستخدمها قبل السن ده وتبقى تركيزاتها مناسبه. الحاجه الثانيه غير الاوميجا 3 هي الرويال جيلي. طبعا الحاجات اللي انا كنت ذكرتها قبل كده لزياده التركيز زي نبات الجينكا او الجينسنج او الحاجات دي كلها ممنوع تماما قبل سن 12 سنه. لكن الرويال جيلي مسموح بيه بدايه من سن ال5 سنين. بصراحه هو في دراسات قالت 3 سنين وفي دراسات قالت 5 سنين، بس انا برجح الاحسن والاكثر امانا ان احنا من سن 5 سنين ممكن نبدا ندخل الرويال جيلي، سواء بقى ان احنا هندخله في شكل طبيعي او في شكل اشربه بتحتوي على الرويال جيلي بنجيبها من الصيدليه. من الرويال جيلي من سن 5 سنين ل 8 سنين بنقدر ناخد تركيز 150 مللي جرام. من 8 سنين ل 12 سنه اقدر ان انا اخد تركيز 300. بعد ال 12 سنه بيتعامل معامله الكبار عادي ان هو ياخد تركيز 1000 يوميا من الرويال جيلي زي ما انا قلت. فاحنا بندور بقى على اي شراب او اي حاجه في الصيدليه فيها رويال جيلي بالتركيزات اللي قلت لكم عليها وبديها للطفل بشكل يومي. مراعاه ملحوظه تانية ان الاطفال لو هو عنده ازمه او حساسيه ممكن يكون مش مناسب ليه قوي الرويال جيلي. في اطفال ممكن تتحسس منه. انا بتكلم هنا على حساسيه الصدر. اما بقى لو انتوا عايزين حاجه طبيعيه فممكن انت تشتري الرويال جيلي الخام وتحط منه 30 جرام على كيلو عسل. يعني كيلو عسل بحط عليه 30 جرام من الرويال جيلي الخام وبدي منه للطفل معلقه صغيره كل يوم، معلقه صغيره بس كل يوم. ده كده الشكل الطبيعي. يعني لا اما الاشربه بالتركيزات اللي قلت لكم عليها، لا اما الشكل الطبيعي معلقه صغيره من العسل. بس طبعا اجيب الرويال جيلي من مصدر موثوق فيه، ويفضل ان انت تجيبه منفصل، مش ان انت تجيب عسل بالرويال جيلي عشان انت مش ضامن الناس دي حطت جرام ولا 2 جرام ولا ما حطتش اصلا. يفضل ان انت تجيبه بنفسك وانت هو بيتباع عادي وانت اللي تخلطه على العسل الطبيعي عندك وتاخده بالجرعه اللي انا بقول لك عليها. هنتكلم بعد كده على نقطه هامه جدا. دلوقتي طبعا اغلب الاطفال بيبقوا قاعدين على طول قدام الموبايل. طبعا احنا مستحيل نقول ان في طفل النهارده مش هيقعد يتفرج على كرتون او مش هيقعد يتفرج على اي حاجه تشد الاطفال من الحاجات اللي بقت منتشره جدا اليومين دول. ولكن انا نصيحتي ليكم في النقطه دي من غير ما نتكلم كتير ببساطه شديده، لازم نكون فاهمين ان الطفل بيكون عنده لغه ارساليه ولغه استقباليه. لو انت طول الوقت سايب الطفل بيستقبل حاجات من الشاشه انت بتضيع عنده تمام اللغه الارساليه. هتلاقي الطفل ده بيفهم كويس جدا، بيعرف يجيب الحاجه من مكانها، روح هات كذا اعمل كذا، بيستقبل الاوامر كويس جدا، لكن ما بيعبرش لان انت حولت الطفل كانه جهاز استقبال. انا بكلمكم ببساطه يعني. فدي حاجه ممنوعه تماما ان انت على طول الطفل قاعد للشاشه. نصيحتي ببساطه ان انت بلاش الموبايل نفسه. اولا الموبايل هيبوظ جزئيه الظهر والرقبه تماما عند الطفل، اكيد هيأثر على النظر. الموبايل كمان بيخلي الطفل منعزل عن البيئه اللي حواليه. يعني التلفزيون مثلا افضل منه بكتير. اولا هو قاعد على مساحه بعيده تماما، ممكن يكون قاعد نايم او فارد ظهره مش قاعد موطي. انت بتتحكم في المحتوى اللي هو بيتفرج عليه، مش معزول عن البيئه الخارجيه. طفل انت لو قاعد طفل قاعد بيتفرج على التلفزيون هيتفاعل
في لعبه، في حاجه، ممكن يقعد يلهي نفسه في حاجه وهو باص للتلفزيون. لكن الموبايل ده مستحيل تلاقيه اصلا سامعك او حاسس بيك لو انت بتتكلم معاه. فالافضل استبدال التلفزيون بالموبايل، تحديد المحتوى اللي الطفل بيشوفه، ان هو ما يقعدش ساعات متواصله، يعني يبقى مثلا نص ساعه شويه وبعد كده نص ساعه تانية، اللي هو بتفرق الموضوع على مدار اليوم. لكن رجاء بلاش حد يسيب ابنه او بنته للتليفونات، يعني بعيدا حتى عن التركيز والذاكره وان هي بتاخر وبتجيب مشاكل وامراض، يعني بتجيب مشاكل كتير جدا فعلا. ممكن طفل يبقى سليم يبدا يبقى عنده مشاكل بسبب ان هو قاعد على طول على الموبايل. غير كل ده انت مش عارف المحتوى اللي هو بيشوفه ايه، لان في النص بتيجي حاجات انت مش عارف هو بيتفرج على ايه. فدي نصيحتي بس بالنسبه للجزئيه بتاعه ان مفيش طفل فعلا هيبقى بيركز وبيتفاعل وهو على طول على الشاشه، مستحيل. فدي نقطه بس لازم تاخدوا بالكم منها. مش بنقول ان انت الغيها بشكل كامل، لان في اوقات كلنا مشغولين ومضطرين ان احنا نسيب الطفل بيتفرج على حاجه، لكن زي ما قلت لك بلاش موبايل، خلينا في التلفزيون افضل بالشكل اللي انا قلت لك عليه، بشكل مقنن باوقات متفرقه. هتلاقي فيه فرق، واحده واحده هتلاقي الطفل بيختلف معاك تماما لو انت بجد يعني حليت مشكله الموبايل والتعلق بالموبايل. اتمنى يكون الفيديو افادكم. لو الفيديو عجبكم او سمعتوا اي معلومه جديده بالنسبه لكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا اجابه على الفيديو عشان يوصل اول قدر من الناس ويستفادوا. اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد.